للأسف أول أمس صارت حادثة مؤسفة جدا 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 في برمنغهام. إنه شخص كان لابس ساعة رولكس تعرض للطعن في الشارع وأمام حتى عوائل وأطفال. طبعا ما قدروا ينقذونه، الله يرحمه. ولذلك أنا دائما أقول في هذه الأوقات في لندن إنه خلاص ما عاد واحد يلبس ساعة تقول لي لا بكشخ من شنو. انت مضطر، زي في بلد سياحي انت جاي اسبوع ولا اسبوعين ولا حتى شهر سياحة. يا جماعة دائما عودوا نفسكم انه اللي جاي سياحة انت مو جاي شو، جاي فقط تستمتع في حياتك. ولذلك الشو خلى في بلدك في الخليج، واستمتع فيه في بلدك في الوطن العربي، واستمتع بين أهلك وعزوتك وناسك. أما قضية السياحة فخليك كاجوال، يعني حتى النساء هذه رسالة إنه خليك أمور عادية. شنطة كروس عادية من ماركة عادية، كالفين كلاين ولا جيس ولا تمبرلاند ولا أيا كان، لأنه أنت جاية سياحة مش جاية سهرة. يعني ابعدي عن الألفي وغوتشي والماركات هذه اللي غالية وتلفت النظر. الحرامية ما عاد انه حرامي يبي ياخذ 5 باوند و6، هو يعرف الماركات ويعرف البراندات الكبيرة، وبالتالي الواحد كثر ما يقدر انه يبتعد عن لفت النظر. شنو ما نستانس؟ لا استانس. تبي تكشخ؟ خذ اوبر من البيت الى المطعم، مثلا واحد مع زوجته، خلاص انت تعرف انه تبي تعشيها في مطعم راقي وتبي تكشخ، اكشخ، اطلب اوبر، روح المطعم، تعشوا، ردوا البيت دايركت، السلام عليكم. فالواحد دائما ياخذ حذره من هذه الامور. ما تسوى انه انت تتعرض او زوجتك تتعرض الى خطر هو ما له